الجندي المحارب المعزول والمحذوف من القوى المسلحة الملكية، 20 سنة في حرب الصحراء. كاينة شي دولة في العالم الجندي يشارك في الحرب مدة 20 سنة وما يشد حتى ريال؟ كاينة شي دولة في العالم الجندي يدافع على الوطن ديالو وحرر الوطن ديالو من الأعداء وضحى بالحياة ديالو والشباب ديالو وما تيتخلص، ما تيشد حتى ريال، 0 درهم، ولا سكن، لا تقاعد، لا تغطية صحية، لا معاش، لا سكن، لا كرامة، لا رد الاعتبار. ملي تنخرجوا للشارع نطالبوا بالحقوق ديالنا المسلوبة، تترسلوا لينا الأمن والمخزنية ومحزمين مرزمين ويضربوا فينا بالزراوط، لأن هادوك المسؤولين اللي تيرسلوا لينا هذيك قوة القمع فين كانوا في السبعينات والثمانينات؟ كانوا تيقراو في أوروبا وكانوا تيداووا في أوروبا، لأن احنا ملي كنا في حرب الصحراء في السبعينات والثمانينات كانوا هما تيقراو في أوروبا، وكنا تندافعوا على الوطن وعساسين عليهم، عساسين عليكم يا الخونة. كاين اللي تخرج أستاذ، كاين اللي تخرج طبيب، وكاين اللي تخرج مهندس، وكاين اللي تخرج مدير إدارة أو في مؤسسة أو مدير بنك أو ضابط شرطة أو وزير أو برلماني أو شكون اللي كان عساس عليكم؟ شكون اللي عساس عليكم حتى وصلتوا لهاد المناصب؟ الجندي. كون ما كانش الجندي تيدافع عليكم ما غاديش توصلوا لهاد المناصب. الجندي هو اللي عساس عليكم، الجندي هو اللي تيدافع عليكم باش تعيشوا في امان، واكلين شاربين فرحانين مع ولادكم، لابسين مغطيين معيدين وناعسين في امان بالشهرية ديالكم بالسكن ديالكم وتتمتعوا بجميع الحقوق. واللي دوز 20 سنة ديال الحرب و20 سنة ديال الجوع و20 سنة ديال الحرارة والعجاج والوسخ تلاح للشارع 0 درهم، وتتقول لينا الدولة كاينة حقوق الإنسان وكاينة الدولة ديال الحق والقانون. ملي نخرج أنا للشارع ونطالب بالحق ديالي وترسلوا ليا قوة القمع بالزراوط، كاينة شي دولة في العالم الجندي يشارك في الحرب مدة 20 سنة ويدافع عليك ويدافع على الوطن، ونهار اللي طلب الحق ديالو تخرجوا ليه البوليس يضربوه بالزراوط؟ وهادوك البوليس خاصكم تعطيهم دوك الزراوط وتحزموهم وترزموهم وتصيفطوهم من القرقارات وتصيفطوهم لقلتة الزمور يدافعوا عليكم ويشدوا العسا عليكم ونعيشوا حنا في امان. ما تقدروش. عايشين في الدولة ديال الحقارة والظلم والظلمات. هذه هي حقوق الإنسان.
مشينا للطبيب ما لقينا طبيب، مشينا للسبيطار ما لقينا سبيطار، مشينا للسوق باش نتقداو ما لقينا باش نتقداو. واحد تيشدك 5 المليون 6 المليون في الشهر وجميع الامتيازات، وحنا ما تنشدو تا ريال. والمواد الغذائية هي طالعة في واحد الثمن باهظ. وتيقول لك الجندي المحارب DG ما معترفاش به الدولة وما تيسالش حتى شي حاجة وما عندوش الحق. البوليزاريو خائن، ذبح وضرب وما خلا ما دار في الصحراء. درت لهم إن الوطن غفور رحيم معزز مكرم، بالسكن ديالو بالسيارة ديالو بالشهرية ديالو مفتح مار. هذا كان خائن ضد الوطن. الله ياخذ الحق في الظالمين. تتعرفوا الصحراء بعدا في السبعينات والثمانينات، كاين اللي ما كانش يعرف الصحراء كاع، كاين اللي تعرف الصحراء حتى لدابا، حتى حرروها الرجال، حرروها الرجال. تيقول لك الحرب للفقراء والثروة للأغنياء. تنطالبوا سيدنا الله ينصرو. ما عندنا الثقة دابا حتى في شي واحد. تتقولوا نثيقوا في وزير ولا في برلماني ولا في رئيس ولا في، ما عندنا الثقة حتى في شي واحد، لأن ما كايناش الحقوق ديال حتى شي حاجة. ثقتنا في الله وفي القائد الأعلى رئيس أركان الحرب العامة للقوى المسلحة الملكية، الله يشافيه ويعافيه. ينظر لينا في هذا الملف، من غيره راه ما كاينش، من غير قائد الأعلى، من غير أمير المؤمنين الله يشافيه ويعافيه، هو اللي غادي ينظر لينا في هذا الملف ديال المحذوفين والمعزولين DG. ونحن جنود مجندين وراء قائدنا الأعلى. حنا إلا قال لنا سيدنا ما تنسالوش، ما نسالوش، مهم يتخرج من عند القائد الأعلى. إلا قال لنا سيدنا ما تنسالوش راه ما تنسالوش. وإلا قال لنا نستاهلوا عقوبة السجن تحت الأوامر، قال لنا نستاهلوا الإعدام بالرصاص تحت الأوامر. شعارنا الخالد دائما الله الوطن الملك. وكاين اللي تيطلب، وكاين اللي خدام تيطلب في الزبالة، وكاين اللي تيمشي يدير الديطاي، وكاين اللي خدام ب2000 سيمانة. وهاد الشيء راه ماشي معقول، وهاد الدواء ما لقيت باش نشريه، ولا بيتوال ما عنديش، ولا العسكر ديال الصحراء ضايعين عباد الله. وكيجيو الحكومة يشوفوا معنا يعطيونا الدعم يعطيوها اللي لاباس عليهم. ما كتشدش الدعم؟ ما تنشدش الدعم يعطيوه اللي لاباس عليهم. شلالات رمضان يعطيوها اللي لاباس عليهم، وحنا تنشد ما تعطيش. 500 درهم ديال الدعم ما كتشدهاش. ما تنشدهاش. انت ما عندك تقاعد، ما عندك دعم، ما عندك والو، انت زايد في هذا الوطن. كاري انا كاري ولادي ما خدامينش وانا ضايع وما لقيت باش نشري الدواء. الناس لاباس عليهم كيشدوا الدعم، كيشدوا شلالات رمضان، كيشدوا شلالات رمضان. هادشي ضايعين حنا في ديال الصحراء، ضايعين عباد الله. تنجيو حنا من جيوبنا، ما تنجيوش معمرين الشوا.
تيجوا ياكلوا السوا ويخلصوا الموطيات